المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية والمستهل بأبرز العناوين. خدمات تطعيم مرضية في جنوب البحر الأحمر. دعوة لتعزيز دور الشباب لتنمية الثقافة الوطنية. صيانة طريق في عدخالة. إيران تعلن تنصلها من بعض الالتزامات الاتفاق النووي. القوى العظمى تتخذ من مجلس القطب الشمالي منصة لتوزيع الغنائم. وحريق غابات يلتهم 4 قرى في جنوب السودان. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر عن تطور مرضي لخدمات التطعيم كما وانتشارا. أوضح مسؤول برنامج التطعيم في المكتب السيد حمد إدريس عن تنفيذ أنشطة تطعيم فاعلة لشلل الأطفال والحصبة والحميرة والتيتانوس في الأشهر الثلاث الماضية في 17 مؤسسة صحية والتجول في القرى النائية. وأشار إلى نجاح التطعيم هذا العام والذي بلغ نسبة 119% فوق المخطط له بفضل تنامي الوعي الصحي وجهود الكادر الصحي. أوضح متلقو خدمات التطعيم بأن أنشطة التوعية والإرشاد مكنت من تطعيم أبنائهم في الأوان. وذكر الكادر الصحي أن الخدمات الصحية تقدم بالتجول في القرى لعدم كفاية الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية، مشيدين بتعاون السكان. دعا مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفاي برهاني في السمينار الذي عقده في مدينة مصوع لتعزيز دور الشباب لتنمية الثقافة الوطنية ونقلها إلى الأجيال. وأوضح في السمينار الذي شارك فيه الشباب العمال في المؤسسات الحكومية إن الوطنية بنيت ونمت في إريتريا بالعمل الجماعي والتضحيات، وهي أساس الوجود والاستمرارية. وقال إن الثقافة تأتي بالعوامل الداخلية والخارجية والتطور التدريجي، ومن المهم دور الشباب الواعي في ذلك. وذكر بأن روح الصمود التي ظهرت في مرحلة الكفاح المسلح والدفاع عن السيادة من القيم الوطنية المشتركة المبنية من عهود، وإن نقلها إلى الأجيال مهمة آنية. وقال إن تنمية الثقافة والقيم الوطنية ليست مسؤولية جهة بعينها، وتعزز أهمية إدخاله في المنهج التعليمي من المرحلة الابتدائية إلى المراحل العليا. وأشاد المشاركون بمهام توريث الشباب قيم المجتمع وحمايتها، داعين للعمل المنسق لدرء تأثير العولمة. قام سكان عد صقار ودامبامج وعد مرعيته وعد كنزنابة دعوه لصيانة طريق ترابي طوله 6 كيلومترات كان يعيق مرور السيارات. وأوضح مدير ضاحية دامبامج السيد تسفاي برهين أن النفير جرى بتوظيف طاقات وأموال السكان. ودعا السكان لتنظيم النفير المستمر للحيلولة دون خراب الطريق في موسم الأمطار، مطالبين شركة حارات للمواصلات بفتح خط لهم لحل مشكلتهم. وتبعد ضاحية دامبامج عن مدينة عدخالة حوالي 6 كيلومترات إلى الشرق. أكد سكان ضاحية منغولا بمديرية قلوج على الاستعداد للإيفاء بكل المتطلبات في المبادرة التي تتخذ لحل مشكلة مياه الشرب. وأوضح السكان بأن الأطفال يقومون بجلب المياه بدلا من الذهاب إلى المدرسة بسبب المشكلة، مناشدين للاهتمام لحل هذه المشكلة. وأوضح مساعد مدير ضاحية منغولا هبت مريم براخة آب أن السكان تجمعوا في مكان ملائم للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، غير أن تعطل مشروع المياه أثر على حياة السكان. وأشار السكان إلى الذهاب بعيدا لجلب المياه غير الصالحة، وقد أعاق ذلك الطلاب من الدراسة. بعد الفاصل سادتين نعود لمواصلة الأخبار.
قررت إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأمريكي للانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء في بيان. وتم إبلاغ القرار رسميا صباح الأربعاء في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وفق الوزارة. وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية فإن طهران أمهلت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوما لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك. واعتبر الرئيس الإيراني أن انهيار الاتفاق النووي خطر على إيران والعالم، محذرا من رد صارم إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي. في غضون ذلك قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لبغداد، واجتمع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وغيره من كبار المسؤولين لبحث أمن الأمريكيين في العراق وتوضيح المخاوف الأمنية الأمريكية في ظل الأنشطة الإيرانية المتزايدة في المنطقة. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء التحركات الروسية لتعزيز هيمنتها في القطب الشمالي، مؤكدة سعيها لتعزيز وجودها في تلك المنطقة الغنية بالموارد المعدنية والتي باتت تعد ممرا بحريا هاما للتجارة العالمية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل إلى فنلندا لحضور الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي إنهم قلقون جراء المطالبات الروسية بالمياه الدولية للطريق البحري الشمالي وإزاء خطط تعاونها مع الصين في تلك المنطقة. وكان ذوبان الثلوج بسبب التغير المناخي أسفر عن فتح ممرات ملاحية جديدة في القطب الشمالي الذي يحوي على طاقة وموارد معدنية لم يتم استخراجها بعد. إلى ذلك أعرب المراقبون عن استغرابهم من تكريس هذا الملتقى الذي من المفترض أن يبحث في سبل مكافحة التغير المناخي. تجد القوى العظمى المشاركة فيه تحاول استثمار هذا التغير الذي أدى إلى ذوبان الثلوج وفتح طريق بحرية في هذا الخزان الجليدي. ويضم مجلس القطب الشمالي في عضويته كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة، إضافة لممثلين عن السكان الأصليين. قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان إن حريق غابات أججته ريح عاصفة التهم 4 قرى في ولاية غرب بحر الغزال وأودى بحياة 33 شخصا. وأضاف المتحدث أن 60 شخصا آخر في حالة حرجة بعد الحريق الذي نشب يوم الأحد، وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى. وقال ماثوك وال وزير الإعلام في ولاية لول إن الحريق أتى أيضا على 138 منزلا في قرى واقعة في مقاطعة كورك الشرقية وأدى لنفوق 10,000 من رؤوس الماشية. وقال المتحدث إتني ويكا أن المصابون يتلقون رعاية طبية لكنها غير كافية نظرا للطبيعة النائية للمنطقة التي وقع بها هذا الحريق. قتل 7 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في إطلاق نار داخل سجن قرب غواتيمالا سيتي عاصمة غواتيمالا بحسب مسؤول بأجهزة الطوارئ المحلية لرويترز. وأضاف إدواردو كاستيو المتحدث باسم رجال الإطفاء المتطوعين أن المصابين 10 نقلوا إلى أحد المراكز الطبية. وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من 4100 نزيل يقبعون في سجن بافون الواقع على بعد نحو 16 كيلومترا من العاصمة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار ما زال مستمرا داخل السجن، وأن طائرة مسيرة تابعة للشرطة تحلق فوق السجن، لكن الوضع لا يزال خارج السيطرة. أخبار الرياضة تأتيكم بعد هذا الفاصل. على الرغم من غياب عدد من نجومه البارزين، حقق ليفربول واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ دوري الأبطال
أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه برشلونة برباعية دون رد، ليعدل تأخره ب3 أهداف نظيفة ذهابا ويصعد للنهائي للعام الثاني على التوالي. وتقدم ليفربول الذي غاب عنه الثنائي المصاب محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو بهدف في الدقيقة 7 عبر البلجيكي ديفوك أوريجي بعد متابعة لكرة صدها الحارس مارك أندريه تير شتيغن. لكن مسار المباراة تغير تماما بعد نزول لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم بعد الاستراحة، وأحرز اللاعب الهولندي الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة عرضية منخفضة من ترينت ألكسندر أرنولد. وبعدها بدقائق ارتقى فينالدوم أعلى من المدافعين ليستقبل تمرير عرضية من شيردان شاكيري بضربة رأس قوية في الشباك ليعادل نتيجة مباراة الذهاب. وحسم ليفربول المواجهة بطريقة استثنائية عندما أحرز الهدف الرابع عندما نفذ ألكسندر أرنولد ركنية سريعة باقت الدفاع برشلونة وحولها أوريجي في الشباك. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.